اليوم عندنا برشا اخبار مهمه تخص النادي الافريقي، من بينها المباراة العربية اللي باش تدور ما بين الافريقي والزمالك، وتغييرات في فرع كرة اليد، واخر المستجدات في الميركاتو والاسماء اللي قاعدة تدور. نبداو بالاخبار الاولاني. حسب اذاعة ديوان، ادارة النادي الافريقي وجدت دعوة رسمية لنادي الزمالك باش يلعبوا زوج مقابلات ودية احتفالية بين الفريقين، خاصة بعد تتويج النادي الافريقي بلقب البطولة، وكيف نفس الشيء بالنسبة للزمالك المصري. المباراة الأولى باش تلعب في ملعب حمادي العقربي برادس خلال الأسبوع الأخير من شهر جويليا، أما المباراة الثانية باش تكون في مصر في موعد يتم الاتفاق عليه بين إدارات الفريقين. صراحة مواجهة بين الأفريقي والزمالك عندها قيمة كبيرة برشا، خاصة أنه الفريقين عندهم قاعدة جماهيرية كبيرة في العالم العربي. نجم تكون فرصة باهية للجماهير باش تحتفل بالألقاب وتواكب مباراة قوية بين زوز أندية تاريخية. في نفس السياق النادي الأفريقي باش يرجع لأجواء التحضيرات بداية من 16 جوان، استعداد للموسم الجديد، موسم الناس الكل تستنى فيه تأكيد النتائج الإيجابية والمنافسة على الألقاب المحلية والقارية. نتعداو للخبر الثاني، وين الهيئة المديرة للنادي الأفريقي أعلنت رسميا عن تعيين حسين صفان قندورة كرئيس جديد لفرع كرة اليد. قرر الشيء في إطار تحضير الموسم القادم ومحاولة تعزيز الاستقرار داخل الفرع، خاصة أنه جماهير الأفريقي تطمح بشوف فريق كرة اليد في أعلى المستويات محليا وقاريا. نتمنى للسيد حسين قندورة كل التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة. أما بالنسبة للميركاتو فما برشا أسماء قاعدة تدور. أول اسم هو معتز زدام، لاعب وسط ميدان عنده إمكانيات كبيرة وتجارب مختلفة. إلى حد الآن ما فما حتى إعلان رسمي، أما اسم زدام مازال حاضر بقوة في النقاشات المتعلقة بالميركاتو. الاسم الثاني ياسين مرياح، المدافع الدولي التونسي، يبقى من الأسماء الكبيرة المطروحة على طاولة النادي الأفريقي، لكن برشا جماهير من النادي الأفريقي رفض الشيء هذايا. لحد الآن فما حتى تأكيد رسمي، وكل الأخبار المتداولة تبقى في خانة الإشاعات حتى اللي يصدر الموقف الرسمي من صفحة النادي الأفريقي. كيف فما اسم وائل الدربالي اللي تم تداوله في الفترة الأخيرة ضمن اللاعبين المرتبطين بالنادي الأفريقي. اللاعب يعتبر من المواهب الشابة اللي عندها مستقبل واعد. أكيد في الفترة القادمة باش يكون فما أكثر تفاصيل، خاصة على الميركاتو. تحب تعرف كل شيء جديد على النادي الأفريقي وآخر أخباره، ما تنساش تعمل فولو.